صينيه تكفي 4 افراد وب 800 جنيه اسمها البشوات. مناقيش بتبدا ب 50 جنيه. والمكان ده اسمه شاورما حلب، موجود في محطه شيل اوت في زايد. المكان هتلاقوه دايما زحمه كده وعندهم قعدات اوت دور. واول ميزه بقى ان هتلاقي كل الاكل بيتعمل قدامك، المناقيش او المشويات والشاورما بانواعها سواء فراخ او لحمه. وعندهم قسم كبير للمعجنات سواء في الفطار او الغداء. واسعار المناقيش حلوه جدا وبتبدا من 50 جنيه. واهم حاجه طبعا هي وجبه الشاورما، لحمه او فراخ وبينزل معاها البطاطس والصوصات بتاعتها. المهم ان انا حبيت اغرقها في التوميه، وحقيقي عجبني شاورما الفراخ عندهم جدا. الراعي الرهيب ده على شكل السكس باكس، وبيكون مليان شاورما ومتغرق جبنه سايحه، والمكونات فيه كتيره جدا، وحقيقي من اكتر السندوتشات اللي عجبتني. وكالعاده حبيت اغرقه في التوميه. وعاوز اقول لكم ان عندهم انواع كتير مختلفه من السلطات وطريقه تقديمها رهيبه جدا. والميكس ده كان عباره عن شيش طاووق وستريبس وقطع شاورما، وينزل لك معاه بطاطس والصوصات بتاعته. قطع الشيش بقى كانت حلوه جدا، قطع الستريبس بالتتبيله بتاعتها خصوصا لما بتغرقها في الصوصات حلوه قوي. وعاوز اقول لكم انهم بيعملوا كمان طعميه سوري محشيه ومختلفه جدا. دي بقى المهم واكبر صينيه جربناها عندهم، ودي بعد ما بتتعمل بتتحط في عيش معين وبتدخل الفرن عشان تطلع لك بالشكل ده، اسمها صينيه البشوات. ودي بيكون فيها كفته وفراخ وشيش وكوبيبه وسمبوسك، تحتهم بقى رز بالمكسرات، ده غير العيش الخطير بتاعها، وتكفي حوالي 4 افراد وسعرها 800 جنيه بس. المهم ان انا عملتها على شكل ساندوتش بالشكل ده. مسكت قطعه الكباب بقى وغرقتها في البابا غنوج. حقيقي تتبيله اللحمه عندهم مختلفه. نرجع بقى للبيتزا والمعجنات عندهم، فجربنا بيتزا مشكل جبن، العجينه بتاعتها بتكون رقيقه ومليانه جبن بالشكل ده، علشان كده كنا حابين نشدها اكتر. وختمناها بمنقوشه الشاورما. اعملوا منشن وشير لاصحابكم، استنوني في الخروجه الجايه.